السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي طلاب الصف الرابع، معانا الدرس الرابع، محافظات مصر. يعني ايه محافظة اصلا؟ وهي مصر فيها محافظات؟ محافظة يعني دولة؟ لا طبعا. محافظات مصر، طب استنى ما اسألك، مصر كم محافظة؟ 27. مصر 27 محافظة. طب يعني ايه كلمة محافظة؟ فاكرين الدرس اللي فات قلنا يعني ايه قارة؟ مساحة واسعة منها اليابس تضم عدد من الدول. حلو الكلام ده قوي. المحافظة برضو مساحة من الأرض. المحافظة مساحة من الأرض. المساحة من الأرض دي بقى حتة جوه الدولة احنا بنقسمها، يبقى مساحة من الأرض بتتقسم لمراكز وأحياء. زي عندنا اسكندرية حي المنتزه، حي شرق، منتزه أول، منتزه تاني، تمام؟ حي الجمرك، دي كده أحياء. يبقى محافظة اسكندرية مساحة من الأرض احنا مقسمينها الأحياء. وخلي بالك كل محافظة ليها حدود إدارية، كل محافظة ليها حدود إدارية. طيب ما المقصود بالمحافظة؟ مساحة من الأرض تضم مراكز وأحياء. مساحة من الأرض تضم مراكز وأحياء، والكل محافظة حدود إدارية، والكل محافظة حدود إدارية. مساحة من الأرض مساحة من الأرض تضم مراكز وأحياء، تضم مراكز وأحياء، والكل محافظة حدود إدارية. لكل محافظة حدود إدارية. يعني إيه حدود؟ بص أنا هقولك. إحنا قلنا إن العالم قارات، وكل قارة فيها دول، صح؟ في ما بين الدولة والدولة حدود تفصل الدولة عن الدولة اللي جنبها، بس دي اسمها حدود سياسية. حدود سياسية عشان بتفصل الدولة عن الدولة اللي جنبها. لكن جوه الدولة الواحدة في حدود بتفصل بين المحافظة والمحافظة، اسمها حدود إدارية. يبقى الحدود الإدارية الفواصل اللي بتفصل بين المحافظة والمحافظة المجاورة. الحدود الإدارية تفصل الفواصل. الحدود الإدارية الفواصل التي تفصل بين المحافظة والمحافظة. مش عاجبني خالص. هعيد تاني. احنا عندنا مصر فيها محافظات؟ فيها محافظات. مصر فيها كم محافظة؟ 27. 27 محافظة. طب أنا قسمت مصر ليه ل27 محافظة؟ عشان الناس تعيش عليه. عشان مساحة مصر واسعة، فأنا قسمتها لمحافظات. السؤال بيقول إيه؟ بما تفسر تقسيم مصر لمحافظات. لأن مصر مساحتها كبيرة واسعة بسبب اتساع مساحة مصر. بما تفسر تقسيم مصر إلى محافظات بسبب اتساع مصر. لو أنا عكست السؤال وقلت لك ما النتائج المترتبة على اتساع مساحة مصر؟ يمكن أنا تقسيم الدول، صح؟ تقسيم مصر لمحافظات. محافظات. تقسيم مصر لمحافظات. هي هبعكس السؤال. بما تفسر تقسيم مصر للمحافظات بسبب اتساع مساحة مصر. ما النتائج المترتبة على اتساع مساحة مصر؟ تقسيم مصر إلى محافظات. مصر فيها كم محافظة قلنا؟ 27. يعني إيه محافظة؟ أرض متقسمة المراكز وأحياء، وكل محافظة ليها حدود إدارية. مساحة من الأرض تقسم تضم مراكز وأحياء وليها حدود إدارية. ما المقصود بالحدود الإدارية؟ الحد يعني الفاصل، يعني باب الأوضة ده بيفصل بين الأوضة دي والأوضة دي، يبقى الباب ده حدود بيتية. خلاص. طب بين المحافظة والمحافظة حدود إدارية. بين الدولة والدولة حدود سياسية. خلاص. يعني مصر بينها وبين ليبيا، بينها وبين السودان، بينها وبين فلسطين
حدود ايه؟ سياسية. لكن بين اسكندرية والمطروح حدود ايه؟ إدارية. الله ينور عليك. يبقى الحدود الإدارية الحدود اللي بتفصل بين المحافظات. الحدود اللي بتفصل بين محافظات. طيب عاصمة مصر ايه؟ القاهرة. طب واحنا عايشين فين؟ اسكندرية. الله ينور عليك. احنا قلنا ان مصر متقسمة ل27 محافظة. محافظات مصر كلها هنقسمها ل3 أجزاء. ال27 دول 3 أجزاء. ايه بقى؟ ايه ال3 أجزاء دول؟ وجه قبلي، وجه بحري، ومحافظات حدود. قول ورايا كده. وجه قبلي، وجه بحري، ومحافظات حدود. الوجه القبلي المحافظات اللي عند وادي النيل. عارف وادي النيل؟ الخط اللي احنا بنرسمه كده. أسوان والأقصر والمنيا والجيزة. لا يعني انت لازم تعرف كم واحدة كده يعني. خلاص. المحافظات بتاعت الوجه القبلي المحافظات اللي عند وادي النيل، اللي عند الخط بتاع نهر النيل اللي احنا بنرسمه. كل المحافظات اللي عنده دي وجه قبلي. وجه قبلي. لا 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 مش عاجبني الكلام ده. هما 3 انواع محافظات، 3 اقسام. ايه هما بقى؟ وجه قبلي، وجه بحري، وحدود. محافظات الحدود. الوجه القبلي اللي عند وادي النيل. الوجه القبلي اللي عند وادي النيل. قولي لي امثله. الأقصر وأسوان والمنيا والجيزة. الأقصر وأسوان والمنيا والجيزة. الأقصر وأسوان والمنيا والجيزة. الأقصر وأسوان والمنيا والجيزة. طب محافظات الوجه البحري اللي عند البحر المتوسط اللي عند الدلتا. أسوان. استنى بس. اللي عند الدلتا. محافظات اللي عند الوجه البحري بتاعت الدلتا بتاعت سميتها وجه بحري عشان هي عند البحر المتوسط. سميتها وجه بحري عشان هي بتطل على البحر المتوسط. عند الدلتا اللي هي ايه بقى؟ اي محافظة فيها شرقية، غربية، منوفية، دقهلية. خلاص. ومعاهم البحيرة. تنسيش البحيرة والنبي. البحيرة دي وجه بحري. مش هي بحيرة؟ وجه بحري. البحيرة وجه بحري. بقى دقهلية، غربية، منوفية، اسماعيلية، شرقية. خلاص. طب انا كده قلت لك ان محافظات مصر هقسمها كام قسم؟ 3. وجه بحري وما تنساش البحيرة. وجه قبلي اللي عند وادي النيل، الأقصر وأسوان والمنيا والجيزة. دول أمثلة، خلي بالك دول أمثلة. فاضل لك محافظات الحدود. محافظات الحدود ما المقصود بمحافظات الحدود؟ محافظات الحدود محافظات مصرية تقع على الحدود مع الدول الأخرى. محافظات تقع على الحدود مع الدول الأخرى. يعني مثلا بيننا وبين ليبيا مطروح والوادي الجديد. بيننا وبين فلسطين شمال سيناء وجنوب سيناء ومحافظات البحر الأحمر بيننا وبين السعودية. يبقى أنا عندي كام محافظة حدود؟ 5. عندي 5 محافظات حدود. الأول أنا ليه قلت عليهم محافظات حدود؟ علشان دي على الحدود مع الدول الأخرى. على الحدود مع الدول الأخرى. على الحدود مع الدول الأخرى. ما المقصود بمحافظات الحدود؟ هي المحافظات التي تقع على الحدود مع الدول الأخرى. كم محافظة عددهم؟ 5. خلاص. شمال سيناء، مطروح البحر الأحمر، الوادي الجديد وجنوب سيناء. شمال سيناء، مطروح البحر الأحمر، الوادي الجديد وجنوب سيناء. شمال سيناء وجنوب سيناء. شمال سيناء وجنوب سيناء. شمال سيناء وجنوب سيناء. مطروح البحر الأحمر، الوادي الجديد. مطروح البحر الأحمر. محافظات الوجه البحري 13 محافظة. محافظات الوجه البحري 13 محافظة. طيب ال 13 محافظة دول أنا مش هحفظهم لك كلهم. أنا بس قلت لك افتكري إيه ومعاكي البحيرة. محافظات الوجه القبلي 9 محافظات. محافظات الوجه القبلي 9 اللي حوالين وادي النيل. وقلت لك عليهم إيه؟ الأقصر وأسوان والمنيا والجيزة. طيب. الأقصر وأسوان
في سؤال هنا بيقول لك ما العلاقة بين محافظة مطروح والحدود المصرية؟ المطروح في الحدود المصرية في ليبيا. لا، هتقولي محافظة مطروح تقع على الحدود المصرية مع الدول الأخرى أو مع دولة ليبيا. سؤال ما العلاقة بين، قولي إيه علاقة الكلمتين دول ببعض؟ مطروح والحدود. محافظة مطروح تقع على الحدود المصرية مع ليبيا. طيب تعال نكمل. أنا كده خدت محافظات مصر اللي هم كام؟ 27. خدت منهم 5 محافظات صحراوية بلس 9 محافظات الوادي. يبقى كده معاكي كام؟ 14 محافظة. يتفضل لك 13 محافظة بتوع الوجه البحري. 13 محافظة بتوع الوجه البحري. أكبر محافظة الوادي الجديد، وأصغر محافظة دمياط. تعالى نتكلم شوية على العاصمة بتاعتنا مدينة القاهرة. أنا حابة إنك تبقى عارف مدينة القاهرة على الخريطة اللي هي العاصمة، في شمالها في إيه؟ في جنوبها في إيه؟ شرقها غربها في إيه؟ الحدود الإدارية بتاعتها. بص يا سيدي، محافظة القاهرة في شمالها في محافظة الشرقية والغربية. محافظة القاهرة في شمالها في إيه؟ الشرقية والغربية. شمال محافظة القاهرة محافظة الشرقية والغربية. شمال محافظة القاهرة محافظة الشرقية والغربية. شرقها محافظة السويس. شرقها محافظة السويس. غربها وجنوبها محافظة الجيزة. غربها وجنوبها محافظة الجيزة. شمالها شمال القاهرة الشرقية والغربية. هم عندها محافظات. يبقى شمال مدينة القاهرة الشرقية والغربية، وجنوب مدينة القاهرة الجيزة. غرب القاهرة الجيزة. طب شرق القاهرة السويس. يبقى انت عندك محافظة السويس. انت عندك في الشمال في محافظتين، في الشمال في وفي الجنوب والغرب محافظة واحدة، والجنوب والغرب محافظة واحدة. في شمال مدينة القاهرة في محافظة الشرقية والغربية. غرب وجنوب القاهرة محافظة الجيزة. شرق القاهرة محافظة السويس. شرق القاهرة محافظة السويس. طيب ده احنا يعني نعمل كده ايه؟ محافظة القاهرة كده في دايرة في النص، ونحط شمالها شرقية وغربية، غربها وجنوبها محافظة الجيزة، وشرقها محافظة السويس. طيب اشمعنى القاهرة هي اللي محافظة مصر وبقالها سنين كتير قوي هي العاصمة بتاعت مصر؟ اشمعنى القاهرة عاصمة مصر؟ السؤال ممكن يجيلك بطريقة تانية، هو ممكن يقولي بما تفسر القاهرة عاصمة مصر لفترات طويلة. ليه؟ وممكن يجي يقولي بما تفسر القاهرة تتميز عن باقي المحافظات. القاهرة دي مميزة على راسها ريشة. عشان هي في القلب. عشان في 5 حاجات. علشان هي موقعها متميز. عشان هي موقعها عشان هي في النص ما بين الوجه البحري والوجه القبلي. يبقى واحد موقعها متميز. 2 قبلي وبحري. نقطة التقاء بين الوجه القبلي والوجه البحري. نقطة التقاء بين الوجه القبلي والوجه البحري. نقطة التقاء بين الوجه القبلي والبحري. رقم 3 عندها آثار كتير. عندها آثار كتير. زي ايه يعني آثار؟ الكنيسة المعلقة ومسجد عمرو بن العاص وقلعة أيوة. صلاح الدين. ايه الآثار اللي في القاهرة يا لولا؟ الكنيسة المعلقة، مسجد عمرو بن العاص، وقلعة صلاح الدين. ايه الآثار اللي في القاهرة يا حلوين؟ الكنيسة المعلقة، مسجد عمرو بن العاص، قلعة صلاح الدين. فيها وزارات كتير، وزارة التعليم ووزارة الصحة ووزارة السكان، كل الوزارات فيها وزارات
كتير. يبقى انا دلوقتي قلت لك موقعها متميز، نقطة التقاء بين الوجه القبلي والوجه البحري، فيها آثار كتير، فيها وزارات، فيها ومراكز، فيها مراكز، فيها يعني ايه مراكز؟ يعني مثلا زي ايه؟ مركز للصناعات، مدينة صناعية كبيرة، مدينة تجارية كبيرة، أماكن ثقافية تروح تشتري منها كتب وتحضر ندوات، هي دي المراكز. مراكز تجارية ومراكز صناعية ومراكز ثقافية، مراكز تجارية مراكز صناعية ومراكز ثقافية. مراكز ثقافية يعني ممكن تبقى مهرجان، مهرجان القاهرة مثلا السينمائي، لا مهرجان القاهرة للكتب، أيوة دي كلها مراكز ثقافية. المراكز تجارية صناعية ثقافية، تجارية صناعية ثقافية. هعيد لك السؤال مرة كمان، ليه القاهرة متميزة؟ عشان هي في النص، عشان هي موقعها متميز، نقطة التقاء، فيها آثار، فيها وزارات ومراكز. تاني، موقعها متميز، نقطة التقاء، فيها آثار، فيها وزارات ومراكز. ايه الآثار اللي فيها؟ الكنيسة المعلقة، مسجد عمرو العاص، وقلعة صلاح الدين الأيوبي. ايه الوزارات اللي فيها؟ قولوا لي وزارة التربية والتعليم، دي سهلة عشان انتوا بتتعلموا، يبقى وزارة التربية والتعليم. ايه المراكز؟ تجارية صناعية ثقافية، تجارية صناعية ثقافية. طيب، ما النتائج المترتبة على موقع القاهرة المتميز بين الوجه القبلي والوجه البحري؟ إن هي بقت عاصمة مصر، أصبحت عاصمة مصر. ما النتائج المترتبة على وجود العديد من الآثار في القاهرة؟ إن هي بقت عاصمة، إن هي بقت عاصمة مصر. طيب بصوا بقى يا ستي، ما العلاقة بين موقع القاهرة واختيارها عاصمة؟ موقع القاهرة المتميز أدى إلى اختيارها العاصمة. مش كانت ممكن تبقى اسكندرية؟ زمان قوي في وقت معين كانت اسكندرية العاصمة، علشان هي جنب البحر وقريبة بقى من أوروبا وكده، ده في وقت كده معين. لكن بقالنا سنين كتير قوي 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 القاهرة هي العاصمة. تعالى نتكلم على بما ان القاهرة دي حاجة مهمة جدا وحاجة جميلة جدا وموقعها متميز وفيها آثار كتير، فلازم نعمل ايه؟ نطور القاهرة، نخلي القاهرة أحسن في كل حاجة. فعملنا كم مشروع كده لتطوير القاهرة. قامت الدولة بمشروعات لتطوير عشان القاهرة متميزة، فاحنا هنعمل مشروعات نطورها بيها. ايه بقى المشروعات دي؟ حي الأسمرات، وتطوير حي السيدة زينب، تطوير حي السيدة زينب، ومحور رود الفرج. حي الأسمرات، حي السيدة زينب، رود الفرج. أنا عارفة إن الأسامي تقيلة، معلش. طب تعالوا أحكي لكم كل حاجة كده، يعني نعرف هو إيه اللي بيحصل، ويمكن نعرف نحفظ أساميهم. حي الأسمرات ده زي مثلا إيه أرض الدولة بنتها كلها بيوت، ونقلت الناس اللي ما كانش عندها بيوت للحي ده. الناس اللي كانت قاعدة في أماكن وحشة وبيوت مش حلوة وما فيهاش مية نظيفة ولا كهرباء نظيفة، اسمها عشوائيات، يعني أماكن وحشة جدا. الدولة بنت لهم مكان كله عماير سكنية وراحت نقلهم فيه. يبقى حي الأسمرات اسمه حي أسمرات. بصي يا ستي، روضة السيدة زينب ده تطوير حي السيدة زينب. عارفين حي السيدة زينب ده مكان أثري من أيام ما المسلمين فتحوا مصر، فالدولة طورت الأماكن اللي فيه علشان تفضل حلوة وجميلة ونحافظ عليها. اسمه حي السيدة زينب. حي السيدة زينب. طيب أنا عندي حي الأسمرات وحي السيدة زينب. هو علشان ليش معنى دول بقى اللي عملوه؟
لا، حي الاسمرات ده مكان علشان احنا كنا محتاجين مكان ننقل فيه الناس اللي من غير بيوت. يعني الدوله كده بتامن للناس مكان انظف وصحي وادمي يعيشوا فيه، في شمس، في هواء، في ميه نظيفه، في كهرباء. وحي السيده زينب ده نسبه الى السيده زينب. طيب خليني اقول لك بقى اخر حاجه، محور رود الفرج. بصي يا ستي، زمان يعني ولا ما زال لحد وقت قريب في زحمه كبيره جدا في المرور في القاهره. عشان تروحي من مكان لمكان جوه القاهره ممكن تاخدي وقت كانك مسافره رايحه محافظه تانية. فهم عملوا محور رود الفرج ده علشان يسهل الانتقال من مكان لمكان. زي ما تقولي طالعه الكوبري عشان اطلع من مكان لمكان اوصل اسهل، اهو محور رود الفرج ده ربط شرق القاهره بغربها، من غير ما تخشي في وسط البلد. لانك لو دخلتي في وسط البلد بقى عربيات وزحمه وناس رايحه شغلها وناس خارجه من المدارس وناس رايحه المدارس، زحمه زحمه زحمه. فهو بقى وصل الشرق القاهره بغربها بعيد عن وسط القاهره، اسمه محور رود الفرج. يبقى عندي حي الاسمرات، السيده زينب ورود الفرج. حي الاسمرات، السيده زينب ورود الفرج. خلاص فهمنا الحته دي. طب نحاول نقولهم تاني. ايه المشاريع اللي الدوله عملتها جوه القاهره عشان تخلي القاهره اجمل؟ حي الاسمرات، تفتكروها بحد اسمر. حي الاسمرات، السيده زينب ورود الفرج. زينب بنت الرسول ومحور رود الفرج. محور ده عشان نلف من الشرق للغرب من غير ما نعدي في نص القاهره. طيب مش بس كده، القاهره زحمه جدا، زحمه جدا 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 فوق ما تتصوروا. يعني انا مره رحت القاهره علشان انتقل من مكان لمكان، قعدت 3 ساعات ولسه في نص السكه وفي الاخر رحت راجعه، يعني ما عرفتش اوصل. ده زمان قوي يعني. فالدوله قررت تعمل حاجه حلوه جدا، هتعمل عاصمه تانية في مكان تاني، العاصمه الاداريه الجديده. يبقى الدوله قررت تعمل عاصمه تانية غير القاهره، تنقل فيها الادارات بقى والعاصمه. القاهره مش هتبقى العاصمه، هيبقى في العاصمه الاداريه بقى، خلاص دي عاصمه اداريه جديده. طب ليه الدوله عملت كده؟ الدوله بتعمل عاصمه تانية علشان تخف عدد السكان من القاهره وتخف ضغط الخدمات على القاهره. تخيلوا ان في ناس بتسيب المحافظات بتاعتها شرقيه وغربيه ومنوفيه ودقهليه ويروحوا يقعدوا في القاهره عشان القاهره العاصمه، بس فيها خدمات بقى، وزاره سكان، وزاره صحه، وزاره زراعه، فيها خدمات ووزارات. فهم هيعملوا العاصمه الاداريه الجديده دي ليه؟ علشان يخفوا ضغط السكان ويخفوا ضغط الخدمات. يبقى لتخفيف ضغط السكان ولا تخفيف ضغط الخدمات. السؤال بيقول لك بما تفسر انشاء العاصمه الاداريه الجديده. احنا ليه هنعمل عاصمه اداريه؟ تخفيف ضغط سكاني وضغط خدمات، لتخفيف ضغط السكان وضغط الخدمات. تخفيف ضغط السكان وضغط الخدمات، تخفيف السكان الخدمات. اقول لك على حاجه اسمها Global Position System، اللي هو GPS، نظام تحديد الموقع. انا لو عايزه اعرف الواد عمر ده فين، عنوانه ايه، GPS اوصله بالموبايل يوصلني للواد عمر. طب انا عايزه اروح محافظه اسوان ومعايا العربيه بس مش عارف اوصل، هفتح على الموبايل GPS والGPS هيوصلني، يقول لي امشي يمين، امشي شمال، اليوتيرن اللي جاي احود. يبقى الGPS بما تفسر أهمية الGPS لتحديد موقع المكان، لتحديد موقع المكان. ازاي بيعمل الGPS؟ ازاي الموبايل افتحه يقول لي عمر ساكن في العصافرة في الحتة الفلانية، أسوان تمشي على طول يمين في شمال. برافو عليك. كيف يعمل الGPS بيتوصل بالقمر الصناعي. هو القمر الصناعي يجيب اي حته في اي حد في اي مكان؟ ايوه، القمر الصناعي بيغطي الارض كلها، بيساعدنا على تحديد الاتجاهات، بيساعدنا نحدد حدود المحافظات، بيساعدني اعرف موقع المكان.
يبقى انا دلوقتي قلت لك بما تفسر اهميه الجي بي اس: تحديد موقع المكان وعنوانه. وده اختصار تحديد المكان جي بي اس اللي هو جلوبال بوزيشن سيستم، اسمه نظام تحديد الموقع بالانجلش، جلوبال بوزيشن سيستم جي بي اس. خلاص، انت ما تحفظليش غير الجي بي اس واللي هو نظام تحديد الموقع. وبما تفسر اهميه نظام تحديد الموقع: تحديد موقع المكان. تحديد موقع المكان. كيف يعمل الجي بي اس؟ بالقمر الصناعي. بالقمر. صناعي. أهمية الجي بي اس اللي هو بستخدمه في إيه؟ تحديد الاتجاهات، تحديد الحدود المحافظات، تحديد العنوان، وتحديد اتجاه السير. انت حط نفسك انت وانت بتستخدم الجي بي اس ده، بحدد بيه ايه؟ الاتجاهات، همشي شمال ولا امشي يمين، شرق ولا غرب. بحدد الاتجاهات وبحدد اتجاه السير. قولي معايا: تحديد الاتجاهات وتحديد حدود المحافظة وموقع المكان. حدود المحافظة وموقع المكان. حدود المحافظة وموقع المكان. يبقى أنا عندي 4 حاجات: اتجاهات، اتجاه سير، حدود المحافظة وموقع مكان. اتجاهات، اتجاه السير، حدود المحافظة وموقع المكان. ممكن استخدمه على الموبايل في العربية، ممكن استخدمه على اللاب. ساعات بيبقى في العربية كده جي بي اس برضه. ايوه، ما هو في العربية نفسها بيبقى فيه جي بي اس، وفي الموبايل بيبقى فيه جي بي اس، وفي اللاب بيبقى فيه جي بي اس. ساعات برضه بيبقى من جوجل بس بيبقى في جوجل درايف يقدر يوصلك بالجي بي اس. احنا كده خلصنا الدرس. تعالى بقى اسألك كم سؤال كده واشوف انت فهمت مني حاجة ولا لا. بما تفسر تقسيم مصر الى محافظات. مين الشاطر؟ قولي. لان مساحة مصر كبيرة كبيرة واسعة. برافو عليكي. طيب انت هقول لك محافظة وتقولي دي وجه بحري ولا وجه قبلي ولا حدود. بحر الاحمر. حدود. المنوفية. وجه قبلي. هي وجه بحري. المنيا. قبلي. شرقية. بحري. وادي جديد. خطوط. حدود. أسوان. وجه قبلي. طيب، يا رب أكون خفيفة عليكم، ويا رب تكونوا فهمتوا مني. أشوفكم على خير في الدرس الجاي إن شاء الله. السلام عليكم.